الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي أعلنت من كام يوم عن زيادة جديدة في الأجور، ودي هتكون بداية من شهر يوليو مع أول السنة المالية الجديدة. الزيادة مش بس 1000 جنيه على الحد الأدنى، لا دي كمان فيها علاوة دورية بنسبة 15% من أساسي المرتب، وده معناه إن المرتب هيزيد بشكل ملحوظ لبعض الفئات. طيب يا ترى مين المستفيد من الزيادة دي؟ الكلام هنا عن الموظفين اللي مش خاضعين لقانون الخدمة المدنية، ودي فئة كبيرة جدا في الدولة. الفئات دي فيها معلمين وأطباء وأساتذة جامعات، وكمان ناس شغالة في هيئات زي السكة الحديد وقناة السويس وغيرها. يعني القرار ده هيشمل عدد كبير ممكن يوصل لمليون موظف تقريبا. ولو رجعنا ورا شوية هنلاقي إن المرتبات زادت أكتر من مرة من سنة 2017 لغاية دلوقتي، وكل مرة بيتم رفع الحد الأدنى تدريجيا. الحكومة بتقول إن الهدف من الزيادة دي هو تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء، بس في نفس الوقت ناس كتير بتسأل يا ترى الزيادة دي كفاية ولا لأ، خصوصا مع ارتفاع الأسعار. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا يا ترى الزيادة دي هتفرق معاكم ولا لأ.